صباح الخير. ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة شوية فول مدمسين في البيت زي بتاع العربيات واحلى كمان، بطريقة سهلة ومكوناتها بسيطة جدا. وكمان هقولكم ايه التركات اللي بتخليه يستوي بسرعة ويكون لونه فاتح من غير اي اضافة توابل او الوان عشان يفتح اللون. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الوصفة. هنجيب نص كيلو من فول التدميس يكون منقوع على الاقل 5 ساعات، او تعملوا زي تنقعوه من بالليل وتسووه الصبح على طول. نص كوبايه من العدس الاصفر المغسول، نص كوبايه من الفول المدشوش المغسول. بس ممكن نستغنى عن حاجه فيهم، بس اهم حاجه تكون حاجه فيهم لانهم بيساعدوا في عمليه التفتيح. وهنبتدي ان احنا نحطهم في الحله او الدماسه، بس يكون ليهم غطا محكم جدا، وده اهم شيء عشان بيحافظ على تسوية الفول وفي نفس الوقت يحافظ على لونه الفاتح. ودي تاني خطوة مهمة بتساعد في عملية التسوية ويحافظ على اللون الفاتح. ممكن نضيف في الخطوة ديت فصين توم او طماطم او حتى كركم، بس انا مش بحب اضيف حاجات كتير عشان ما تغطيش على طعم الفول. انا اصلا بستكفي ممكن يا بعدس اصفر او بفول مدشوش، بس المرة دي حبيت احط الاتنين. بسقيهم مية مغلية عشان بتساعد في عملية التسوية بسرعة. ونبتدي ان احنا نغطيهم ونحطهم على نار عالية الاول، اول ما يخش في مرحلة الغليان. وطبعا هيخش في مرحلة الغليان بسرعة عشان احنا حاطين مية سخنة من البداية. واول ما يخش في مرحلة الغليان هبتدي ان انا اوطي عليه النار، بس ما تكونش واطية قوي، لا يعني تكون متوسطة هادية، ما تبقاش عالية قوي ولا هادية قوي. وهتاخد معايا مدة الفول 2.5 ساعات بالكتير. لو انتوا عايزينه اللي هو درجة السوى العالية قوي ممكن بتسيبوه شوية، لكن انا عن نفسي الفولة كده استوت وهتشوفوها. ودي النتيجة الهايلة لأحلى طبق فول ممكن تاكلوه، بيكون مستوي لون فاتح بدون اي مكونات كتير تغطي على طعم الفول، وحاجة كده يعني بتوديك في حتة تانية خالص. وبكده تكون خلصت وصفتنا. اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش لو جربتوا الوصفة تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. دمتم بخير، كل سنة وانتم طيبين.